لك سلاح. هات. سلام. خذ. هاي العلم. أقسم بالله العظيم. أقسم بالله العظيم. أن أتفانى في خدمة الوطن. أن أتفانى في خدمة الوطن. والدفاع عن حوزته. والدفاع عن حوزته. وحماية مؤسساته الشرعية ومكاسبه. وحماية مؤسساته الشرعية ومكاسبه. من كل خطر أو عدوان. من كل خطر أو عدوان. داخلي أو خارجي. داخلي أو خارجي. وأن أحترم قوانين الدولة. وأن أحترم قوانين الدولة. وأقوم بعملي بكل شرف وأمانة. وأقوم بعملي بكل شرف وأمانة. في كنف الطاعة والانضباط. في كنف الطاعة والانضباط. كي تبقى تونس. كي تبقى تونس. حرة منيعة. حرة منيعة. أبد الدهر. أبد الدهر. أبد الدهر. أبد الدهر. أبد الدهر. أبد الدهر. لئن مرت 57 سنة على انبعاث النواة الأولى للجيش الوطني، إلا أن جذوره بقيت ضاربة في التاريخ نتيجة تفاعله مع مختلف الحضارات والتحولات التاريخية التي شهدتها البلاد عبر العصور. ولقد أوجب دستور قرطاج القيام بالخدمة العسكرية التي ليست شأناً حديثاً على تونس، التي عرفت مع مر السنين تكوين جيوش عدة فيها ما هو نظامي وآخر غير نظامي. وحتى يكون نظام الخدمة العسكرية واضح المعالم، تم بداية من النصف الثاني من القرن التاسع عشر الشروع في وضع نصوص قانونية منظمة له، من ذلك ملخص قانون الخدمة العسكرية الصادر سنة 60 و800 وألف، والذي ينص على وجوبية الخدمة العسكرية على كل مواطن تونسي. ولقد تواصل العمل بهذا النظام إلى أن فرضت الحماية الفرنسية على البلاد التونسية سنة 81 و800 وألف، وصدور سنة 92 و800 وألف قانونا يطلق عليه قانون تنزيل العسكر. وغداة الاستقلال نص الدستور 59 و900 وألف في فصله الخامس عشر على أن الدفاع عن حوزة الوطن وسلامته واجب مقدس على كل مواطن. ثم تلاه قانون الخدمة الوطنية الصادر في 14 من جانفي 2000، والذي جعل مفهوم الدفاع ذو طابع شمولي. ومنذ بعثه في 24 من جوان 56 و900 وألف يضطلع الجيش الوطني بمهام الدفاع عن حرمة الوطن وسلامة ترابه وصون نظامه الجمهوري وحماية مؤسساته والمحافظة على مكاسب المجموعة الوطنية. واعتذارا لتنوع وتعدد مهامه ودوره الرئيسي في المحافظة على أمن واستقرار البلاد ومناعتها، حرص الجيش الوطني على تطوير هياكله وإيلاء التكوين اهتماما خاصا من خلال اعتماد منظومة متكاملة للتعليم العسكري، كما حرص على مسايرة التطورات التكنولوجية ومواكبة التقدم العلمي والتقني والأخذ بناصيتهما لإثراء مضامين البرامج التكوينية وتطوير الطرق البيداغوجية والتدريبية وانتهاج أقوم مسالك التسيير، بما يضمن للمؤسسة العسكرية امتلاك مدرسة عسكرية عتيدة كان لها دور كبير في دعم القدرات العملياتية للوحدات وتيسير قيامها بالمهام الموكولة إليها على الوجه الأفضل. هذا ولمزيد ترسيخ قيم الوفاء للوطن والغيرة عليه، يتم إعطاء جانب التكوين المعنوي والوطني للعسكريين الأهمية اللازمة بغاية ترسيخ روح المواطنة، متفاعلين مع قيم الدولة المدنية ومبادئها وملتزمين بالحياد السياسي، فضلا عن التحلي بالانضباط والإخلاص في العمل ونكران الذات والفداء للوطن
مع التقيد بالمبادئ العسكرية السمحة. الجيش سور للوطن يحمي أيام المحن. وإذ يختص كل جيش من الجيوش الثلاثة ببرامجه التكوينية كل حسب خصوصيته ونوعية أنشطته ومهامه، فإن للتمارين والمناورات المشتركة دور هام في تحقيق التكامل والانسجام فيما بينها من أجل بلوغ النجاعة المطلوبة في مجابهة التهديدات والمخاطر التي أفرزتها الأوضاع المعاشة، وحفاظا على أمن البلاد من الأخطار الإرهابية المحتملة. تشارك وحدات الجيش الوطني إلى جانب قوات الأمن الداخلي في عمليات التصدي للمجموعات الإرهابية المسلحة ولجميع أشكال المساس بسلامة التراب الوطني، من ذلك عمليات الروحية وبرعلي بن خليفة وبوشبكة وجبل الشعامبي. ظلت المؤسسة العسكرية منذ انبعاثها مؤسسة جمهورية في جوهرها ومبادئها وعقيدتها، ملتزمة بالشرعية القانونية وبحيادها، بعيدة عن التيارات السياسية وتجاذباتها. ولقد مثلت هذه الخصوصية عاملا أساسيا في نجاحها في مهامها، كما رسخت لديها مفهوم الدولة ومتطلبات المحافظة على استمراريتها رغم الأحداث التي عاشتها ولا زالت. هذا وتبقى ثورة 14 من جانفي والدور الذي لعبه الجيش الوطني في حماية البلاد والعباد وإنجاح المواعيد والأنشطة الوطنية الهامة التي تلتها خير دليل على ذلك، حيث نزل بكل ثقل لحفظ النظام بالعاصمة والجهات الداخلية للبلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، كما كان له دور هام في إنجاح انتخابات المجلس الوطني التأسيسي وضمان حسن سير مختلف الامتحانات والمناظرات الوطنية وتأمين المحاصيل الزراعية ومقاومة الحرائق الغابية المتعددة ونجدة منكوب الفيضانات والثلوج التي اجتاحت مناطق الشمال الغربي وإنقاذ العديد من الذين تعمدوا الهجرة غير الشرعية والمشاركة إلى جانب الهياكل الوطنية في عمليات مقاومة التهريب وحماية أعوان المراقبة الاقتصادية بالأسواق البلدية والأسبوعية بالعاصمة وداخل الجمهورية. وباعتبار أن التغطية الصحية حق مشروع لكافة فئات المجتمع التونسي ومساهمة منها في تعزيز الجهود الوطنية في المجال، تخصص الصحة العسكرية إمكانياتها البشرية والمادية للغرض من خلال تقديم بعض الخدمات الصحية للمواطنين ضعيفي الحال، خاصة متساكني المناطق النائية، عند تنظيمها قافلات صحية موسمية. ومع بروز أول مؤشرات اندلاع الثورة الليبية وبداية تدهور الأوضاع الأمنية بها، وبالرغم من تعدد مهامه في إطار مهام حفظ النظام وتأمين الحدود البرية والبحرية والمجال الجوي، لم يتردد الجيش الوطني في استباق الأحداث وتقديم الخدمات للاجئين بالمستوى المطلوب من خلال استقبالهم وإغاثة المصابين منهم وتأمين مرورهم عبر نقطتي العبور الحدوديتين برص جدير وذهيبة، وتقديم المساعدات الإنسانية إليهم وتوفير وسائل الإيواء من خيام وأفرشة وأغطية والإحاطة الشاملة بهم بالتعاون مع بعض الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الوطنية والدولية. كما حرص على توفير الحراسة المستمرة وتسخير الإمكانيات البشرية والمادية لدعم العمل التضامني الذي تقوم به المنظمات الإنسانية.
ولقد بلغ العدد الجملي للاجئين الذين توافدوا على تونس حوالي 1,700,000 نسمة من 140 جنسية، بما في ذلك آلاف العائلات الليبية التي تم استقبالها واحتضانها من طرف العائلات التونسية. كما تولت القوات المسلحة تأمين مهمات نقل مساعدات إنسانية للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة واللاجئين السوريين المقيمين بالمخيمات على الأراضي التركية والأردنية، وكذلك لمتضرري الفيضانات بجمهورية النيجر. هذا وفي إطار تحفيز الشباب على أداء الخدمة الوطنية، تمت مراجعة المنحة المقدمة للأفراد المجندين لتكون 200 دينار بالنسبة لحاملي الشهادات العليا و100 دينار لغير ذلك، مع منح الأولوية للذين أدوا الخدمة الوطنية والراغبين في الانتداب بصفوف الجيش، وذلك حسب حاجيات الوزارة. ويتنزل هذا المجهود في إطار الدور التعديلي لطالب الشغل ومساهمة من وزارة الدفاع الوطني في معاضدة ما تقوم به الدولة في مجال التشغيل. ولقد لقيت هذه الإجراءات صدى طيبا في نفوس الشباب الذين أصبحوا يقبلون بكل تلقائية وروح وطنية عالية على أداء الواجب الوطني في موعده. وفي إطار تدعيم المنظومة الوطنية للتكوين المهني، تساهم وزارة الدفاع الوطني في نشر التكوين المهني بالوسط العسكري، حيث أمكن لها بعث 13 مركز تكوين عسكري بعدة جهات من التراب التونسي، وتقدر طاقة استيعاب هذه المراكز ب1200 متكون في اختصاصات تم إحداثها حسب حاجيات سوق الشغل على المستوى الوطني والجهوي. وتسعى الوزارة إلى إحداث المزيد من هذه المراكز لتغطي كافة مناطق البلاد، حيث تم بعث مركز عسكري للتكوين المهني بقفصة في اختصاصات صيانة إلكترونيك العموم وأجهزة الميكرو إعلامية والبناء المعدني، كما أنها تعمل على بعث مراكز تكوين مهني جديدة بكل من سيدي بوزيد وجرجيس في اختصاصات تستجيب لخصوصيات الجهات ومتطلبات التنمية بها. وللبقاء على اتصال بجيوش البلدان الصديقة والشقيقة واطلاعا على ما تعيشه من تقدم وتطور، وفي إطار تبادل التجارب والخبرات ومواكبة المستجدات في شتى مجالات الاهتمام، عملت وزارة الدفاع الوطني على إرساء تعاون عسكري بصنفيه ثنائي ومتعدد الأطراف مع بعض جيوش هذه الدول، بهدف تمتين العلاقات والتعاون معها بحسب حاجيات المؤسسة العسكرية وطبيعة التحديات التي تعيشها تونس ومتطلبات كسب الرهانات المستقبلية. وفي إطار حرص تونس على معاضدة المجتمع الدولي من أجل مناصرة القضايا العادلة وإرساء الأمن والسلم والاستقرار بمختلف أنحاء العالم، تشارك القوات المسلحة التونسية في مهام حفظ السلام بالعالم من خلال إفادة فيالق عسكرية وضباط ملاحظين، سواء تحت راية الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي. وتعد المشاركات التونسية في هذه المهام منذ الاستقلال وإلى حد هذا التاريخ 20 مهمة، منها 2 لا زالت جارية بكل من جمهورية الكونغو الديمقراطية والكوت ديفوار. هذا وسيبقى الجيش الوطني درعا للوطن، ملتزما بالحياد وبالقوانين المنظمة لمهامه، وفيا لرسالته النبيلة ولمبادئه العسكرية السمحة، حاميا للنظام الجمهوري ولأهداف ثورة 14 من جانفي 11 و2000، ثورة الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.